الاهلي الشوط الاول لعب كويس، يعني موت الماتش، ما كانش فيه هجمات، ما فيش فرص، ما فيش حاجه خالص تقريبا. فالامور كانت ماشيه لغايه الشوط الاول بشكل كويس. على فكره الوداد، يعني انا شفت الماتش مش هو اللي ماسك ومسيطر بشكل كبير، ولكن اخطاء، يعني اخطاء دفاعيه، ودايما عندنا مشكله في العمق الدفاعي. شفنا الهدف الاول، العرضيات بقى عندنا مشكله في العرضيات بشكل كبير جدا. يعني الهدف الثاني في الاهلي، الهدف الاول في الزمالك، العرضيات بقت مشكله كبيره. التوقف والتمركز دي بقت مشكله يعني بشكل كبير جدا. سيبكم من ده، لكن هتكلم على ردة فعل اللعيبه في الملعب بعد ما الهدف بيخش. يمكن الزمالك امبارح بصراحه ضيع 3 او 4 تجوان، يعني شفناه بيروح للجون، حتى وهي 0-0 شفنا كوره باسم، شفنا كوره ستانلي الشوط الثاني، شفنا كوره شيكابالا راجل بيشيلها على خط الجون. يعني الزمالك كان ليه ردة فعل شويه، الاهلي كان ردة فعل الهجوميه ضعيفه شويه، يعني مش هو اللي كان الواحد متوقعه لما الاهلي يخش في جون. يعني اعتقد ان الاهلي محتاج بعض الامور الهجوميه تكون احسن من كده شويه. اجاي يرجع يلعب تاني لورا، ما يلعبش لقدام، ما يلعبش راس حربه، يبتدي يعتمد على بقى عمرو او على عماد لو في حالته الطبيعيه يعني ورجع. ده اللي انا بشوفه في النادي الاهلي. يعني يمكن حاول الكابتن حسام ينزل تغييرات، كريم نيدفيد نزل، مش عارف بعض اللعيبه نزلت، ولكن ما عملوش التاثير. يمكن كان في هجمه طبعا في الدقيقه الاخيره لكريم نيدفيد، بس يعني كان هيبقى 2-1، لكن زي ما قلت لكم ينقص الناحيه الهجوميه شويه. الزمالك امبارح وصل بصراحه للجون وشاط على الجون، ودي حاجات بشوفها حاجات مهمه انك تعرف تشوط على الجون وتوصل للجون. لكن في مشكلتين اساسيتين دلوقتي، الكرات العرضيه، يعني دي بقت مشكله كبيره، وان الزمالك يحرز هدف. يمكن الزمالك لما تشوفوا حتى في الدوري كل اهدافه دلوقتي بقت تقريبا كرات عرضيه، يعني شيكابالا بيروح قاطم داخل جوه الملعب وعامل كروس، وبتحط بقى دماغك، يحط رجلك. اللعب من جوه ما بقاش كتير. ليه ما بقاش كتير؟ الحته دي اللي تحت المهاجم من وجهه نظري انا شايف راجل يعني جاي على ايمن حفني بزياده جدا جدا. ما اعرفش، يعني انا بشوف حتى لو ايمن ما بيدافعش كان ممكن يلعب ربع ساعه تلت ساعه، لكن ما يبقاش بره الفرقه كده على طول بقاله 5-6 ماتشات. انا ما بشوفش ايمن حفني، وما فيش حد عارف يشتغل الشغلانه دي في نادي الزمالك لغايه دلوقتي. يعني محمد ابراهيم مصاب، فبرضه اللي بيلعب مصطفى فتحي ساعات في المنطقه دي لسه مش عارف يلعب المكان ده. ما اعرفش، لازم حد يقول للراجل ويتكلم مع الراجل يقول له يا جماعه ان ايمن حفني برضه ممكن يبقاش بيدافع كويس، بس عندك 10 بيدافعوا، او عندك 7 بيدافعوا، او عندك 5 بيدافعوا، لكن هو بيهاجم كويس، هيعرف يجيب لك فاول على ال 18، هيعرف يعمل لك ممكن ثرو حلو، يعرف يرقص لك طريقه ياخد لك بيها فاول. في الماتشات اللي بره دي كلها بتاخد فاولات بره جوه نص الثاني الفرقه الاخير الثانيه، يعني بتهدي لك الفرقه وبتخلي المدافعين واحد زي علي جبر والناس دي تاخد نفسها، لان ما يبقاش الكره على طول رايحه جايه رايحه جايه. شفتوا لعيبه الزمالك في اخر شوط ثاني تعبانين، يعني ترقصوا ازاي في اخر شوط ثاني لانه مش تعبان، مش قادر يقف على رجله بشكل كامل. هتلاقي كل اللعيبه بلا استثناء في اخر ربع ساعه في الشوط الثاني اي حد بيروح واحد على واحد. شفنا يمكن اخر ربع ساعه كان في مشاكل كتيره جدا، واحد على واحد الناس بتقع، لان على طول مضغوط، على طول مضغوط، الكوره بتقطع منهم بسرعه. لازم يبقى في ناس بتعرف تقف على الكوره، تشتغل على الكوره كويس. لازم يا جماعه كلموا راجل ايناسيو، ايمن حفني ما ينفعش يبقى طول السنه، او يعني من ساعه ما جه الراجل ما بيلعبش، وما فيش مكان، ما فيش حد في المكان ده بصراحه بيأدي بشكل يعني اللي هو منسينا ايمن حفني، فخلوه يلعب، جربوه في نص ساعه. عندك الماتش الجاي بتروجيت وعندك لعيبه تعبانه، لعبوا ايمن حفني، جربوا يا ايناسيو، شوفوا بيدافع ما بيدافعش، هل لما هيهاجم ده هيقلل الضغط على المدافعين، فبالتالي مش محتاج ان هو يدافع بالشكل القوي. اتمنى يعني الامور تكون احسن بالنسبه للزمالك والاهلي. واسمحوا هنتكلم تاني طبعا، ولكن بعد الفاصل خليكم معانا. بس احنا مكتوب علينا نتكلم دايما في الكلام البايخ، مع ان احنا برامج رياضيه المفترض دايما نتكلم في الكلام الكويس. عندي حدوتين قلت ابدا بيهم الحقيقه. حدوته خاصه بالقصه بتاعت الجزيره والبي ان سبور، يعني بعد الكابتن حسام البدري ما حصلت المشكله ورفض ان هو يتكلم